اخواتي كيدايرين بخير هانيين. اخوان ديما كتقول لي عفاك طرزان بغيناك تجيب لنا قصه على مجاهد جزائري. انا عارف ان القصص كيعجبوكم. اليوم الاخوان جبت لكم واحد القصه او موضوع سري للغايه. كلكم عندكم الويفي، ولكن نتوما الاغلبيه ما عرفش علاش كيتسمى الاختراع، علاش سماوه الويفي. الويفي اللي اخترعوا سمى هذا الاسم هذا على مجاهد جزائري. كان الاسم ديالو عبد الدقا الوافي. عبد الدقا الوافي. بون. وحنا كما كنعرفوا الاخوان ما معنى الوافي؟ الوافي كنقصدوا بها مثلا شي حاجه كنقولها مثلا راه وافيه، يعني شي حاجه مثلا طويله كبيره عملاقه شاهق كنقول وافي. وهذا عبد الدقا الوافي كان ما شاء الله كان عملاق، وكان عنده واحد الدور مهم مع المجاهدين الجزائريين. شنو كان الدور ديالو؟ كان كما قلنا على حسب الطول ديالو كان كيوصلوا دوك الرسائل اللاسلكيه ديال الجيش الفرنسي، وكان كيحللهم وكيعطي الاخبار السريه للمجاهدين الجزائريين. كيقول لهم راه جاتني واحد الاشاره بلي غدا فرنسا غتهجم علينا، جايبين السلاح، غيجيو من الشمال غيجيو من الجنوب. يعني كان عنده واحد الدور مهم. وكذلك كانت عنده مميزات اخرى. كان كيعاون المجاهدين فاش كانوا كيطلبوا مثلا الخبز، ولا مثلا كيبغيو يطلبوا مثلا الماكله او كذا. ما كانش ديك الساعه، ما كانش الغاز وما كيلقاوش العافيه. شنو كان كيدير هذا عبد الدقا الوافي؟ كان كيشد ديك الخبز او ديك الماكله وكان كيقرب ليه يدو الشمس فكطيب ديك الماكله. وحاجه الحاجه اخرى الاخوان كما كتلاحظوا هنا عندنا ثلاث اشارات ديال الويفي. هاد الثلاث اشارات كيعنيو ان عبد الدقا الوافي وكان عنده جوج خوت. وكما كتعرف الاخوان فاش كتشارجي مثلا انت كونيكسيون، بعض المرات كتكون ضعيفه كطلع لك ديك اش، وبعض المرات كطلع لك ديك او. هذيك اش او كانت اللقب ديال خوت عبد الدقا الوفي. ولماذا سميوا باش وب وعلى خاطر كان عبد الدقا الوفي كان داير مسابقه مع الخوت هادو، قال لهم غنبقاو حاطين اليدين حدا الشمس ونشوف واش كيصبر. عبد الدقا بطبيعه الحال بقى حاط يدو حدا الشمس، خويا صغار منه بقى حاطه شويه يقول ديك فسميت هذيك الاشاره ديال اش. والاخ الاصغر صار لي بزاف قال فسميت هذيك يعني كان هو ضعيف فسميت هذا هو المعنى ديال الاشارات هذه. اشنو وقع من بعد؟ يعني الخسائر اللي وقعوا لفرنسا، تجمعت فرنسا مع اسرائيل مع امريكا، ففرضوا على هذا عبد الدقا الوفي انه يوقف ما يبقاش يحلل الاشارات ديالهم، وفرضوا عليه انه يجي يخدم معهم. عبد الدقا الوفي رفض. فامريكا قالت لي شوف، امريكا واسرائيل وفرنسا قالوا لي الا رفضتي راه غادي نقتلوا الشعب ديالك بالنووي. وكما كتعرفوا الاخوان شنو وقع ما بين الستينات حتى الثمانينات؟ قامت فرنسا واسرائيل وامريكا بتجارب نوويه في الصحراء، وبقاو في الاخر استسلم عبد الدقا الوفي وقرر على انه يخدم مع امريكا في لانازا. مات عبد الدقا الوفي وبقات السلاله ديالو، وجاتني اخبار سريه الاحفاد ديالو كاين في واحد المكان سري مع لا نازا. شنو الدور ديالهم؟ الدور ديالهم الاخوان انهم لا نازا عطيهم طورون في سوبانس وكيصلحوا الاقمار الاصطناعيه من الارض. يعني امريكا بلا ما تطلع حتى للفضاء باش تصلح ديك الاقمار، فقررت يعني فكرت لقات ان افضل حل ان مع الاحفاد ديال عبد الدقا طوال وعمالقه، يعني كما قلت لكم كيصلحوا ديك الاعطاب غير من الارض. هذه القصه اخوان ديال عبد الدقا الوافي ولماذا سمي الوافي. كنتمنى ان القصه تكون عجباتكم. وحاجه اخرى خلوا لي التعاليق اذا كنتو تعرفوا شي قصه اخرى. والسلام عليكم.